السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يا جماعة شركة حرامية بتقول ان احنا هنكسب الناس شاشات وتلفزيونات وحاجات زي كده، ماشي. والشركة دي بتوزع الورق بتاعها هناك في السوق امام البنك الاهلي، ماشي. ومعلش اهو احنا من ضمن الناس اللي انضحك عليها، بس انا قلت اسوق عشان الناس كلها تعرف، ماشي. احنا جينا هنا كفر الشيخ، الشركه ديت بتوزع ورقها في السوق هناك امام البنك الاهلي اللي هو على اللي قدام كريستال، قاعه كريستال، ماشي. وطلبونا وقالوا انتوا فزتوا بشاشه عرض وداخلين على سحب عمره وعربيه ملاكي، ماشي. فالشركه دي جابتنا كفر الشيخ هنا اهي، اهو احنا في كفر الشيخ، ماشي يا جماعه. احنا في كفر الشيخ، جنب محل لبن ده وهاشم جامع اهو، ماشي. والمكان ده هسأل جوز اختي دلوقتي هو اسمه ايه بالظبط، ماشي. وجابونا هنا ونصب علينا عشان ياخدوا 500 جنيه مقدم، 200 جنيه مقدم ويلموا من الناس. كان في هنا حوالي 60 شخص ولموا منه، يعني عملوا تقريبا 12000 جنيه. المكان اسمه ايه يا هنيه؟ المكان اسمه ايه؟ المكان ده اهو اسمه ايه؟ 47 في كفر الشيخ، صح؟ 47 في كفر الشيخ. فانا معلش انا قلت اعمل الفيديو ده علشان اي حد ما ينضحكش عليه ويتعمل فيه زي احنا ما اتعمل فينا. هو في 47 ابو لبن اهو، ماشي مجمع. لا انضحك علينا، كانوا عايزين يدفعونا 500 جنيه، وكان في يجي 60 اسره فوق. لما يلموا من كل واحد 500 جنيه يعني عملوا 12000 جنيه في ساعتين 3، ماشي. فانا قلت اعمل الفيديو ده علشان انصح كل واحد، اي حد يديك ورقه في السوق هناك امام البنك الاهلي اللي هو جنب قاعه كريستال، قطعها وارميه في وشه على طول، وقول للناس برضو اللي تاخد منهم عشان تكسب صواب. انا قلت اعمل الفيديو ده عشان يتكسب فيكم صواب. احنا جينا احنا وعيالنا والله وانضحك علينا، بس انا مش زعلان، بس لازم اعمل الموضوع ده عشان برضو الناس ما تجيش تخسر اجر يا عيني ويطلع عينها وتقعد ساعتين كلام ومش كلام وهم على منصات. خلاص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.